السلام عليكم. حنا ما غنقولوش انه اصبح علامه، وانما اصبح رمز يفتخر به مركزنا. ما نطولوش عليكم ونخلي واحد الكلمه للاستاذ يعطينا داكشي اللي عايش وداكشي اللي عاش. وزيد استاذ. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بحمده وكرمه وجوده تتم الصالحات. رأيت البارحة هذه الدعوة وهذا البلاغ لهذه الوقفة الطيبة، فما كان بودي إلا أن أستجيب كما يستجيب كل ذي فطرة سليمة، والتي أنتم جزء منها، والتي أتت بكم لا لشيء إلا لحبكم لهذه الفطرة وحبكم لأهلكم في فلسطين الذين يشاركونكم الكثير. أقل ما يشاركونكم أنهم يحبونكم حبا كبيرا، وسألوني أكثر من مرة أن أسلم عليكم من غزة وهم يقولون لكم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لهم مرارا بالفلسطين شعب واحد ماشي اثنين، ومن المغرب لفلسطين وشعب واحد ماشي اثنين. قلت لهم مرارا بأن المغرب قد خذلكم وترككم، والناس كل يوم يموتون، واختلطت عظامهم بلحومهم، واختلطت دماؤهم بالتراب، لكنهم يصرون على حبكم، لأنهم يعلمون بأن هذه الشعوب شعوب كلها خير، وإن قلوبكم سليمة، وترجون من الله أن تكونوا سندا لهم، لكن في كثير من الأحيان أجنحتنا مقطوعة كما تعلمون. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا الطوفان طوفان يغير حياتنا. فمنذ اليوم كل واحد منا ومنكم لابد أن يسأل نفسه عما يأكل وعما يشرب، فيكون إنسانا رساليا يقاطع ما يجب أن يقاطعه، وأن يغير من فكره حتى يصير إنسانا إيجابيا. قبل الطوفان وبعد الطوفان الشاب منا والشابة لا بد أن يتغيرا، وأن يصير همهم ليس هم الدنيا، كما باعوا إخوانكم في غزة، باعوا كل شيء، ديارهم سقطت، أبناؤهم قتلوا، عماراتهم صارت هم يسمونها البسكوت، يعني يصير حطام فوق حطام. والله ثم والله كل مريض كنت أراه إلا له قصة كانت تبكي. فأحدهم قال لي فقدت 120 عضو من العائلة في ضربة واحدة، إلى درجة أن بقت زوجته الوحيدة في العائلة. 120 شخص. وهذه ليست قصة واحدة، إنما هي قصص لا تكاد تنتهي. فعلى الأقل الله يرضى عليكم شبابنا إخواننا أن يكون هذا الطوفان سببا لأن تتغير سلوكياتنا، أن نتغير تغيرا جذريا في تفكيرنا، وأن نفهم بأن الغرب هو جاء ليغير وليبدل ولتصير فطرتكم السليمة فطرة منحرفة. فترون في جون جاكلين نماذج في الحياة،
فالحمد لله الآن الطوفان أبدى بأنه ليس فيه حقوق الإنسان إلا حقوق إنسان الغرب الذي وضع تلك الحقوق ليحمي نفسه وليس ليحميكم أنتم. ففي أول كما ترون أول صدمة بين بأن الطفل الفلسطيني والطفل العربي والطفل المسلم والطفل المستضعف في جميع أنحاء العالم، الطفل غير الغرب هو ليس طفل بمقاييس الطفل ديال الغرب، وأن المرأة بمفهوم حرية المرأة في الغرب ليس بمفهوم حرية المرأة في الشرق أو في الجنوب. فلذلك اجعلوا من هذا الطوفان سببا لتتغير حياتكم. فهم لا شك أنهم بذلوا الغالي والنفيس أظنه لا لشيء لكي تتغير أمتنا وتعيش دورة جديدة. فإذا أردت أن تساعد إخوانك في غزة فابدأ بنفسك، غير نفسك، غير تفكيرك، غير همك، اجعل نفسك إنسانا رساليا، إنسانا يؤدي أمانة الطبيب، أمانة الحكيم أو الممرض، أمانة التقني، أمانة كل القطاع الصحي بجميع، وكن سندا لإخوانك هنا فسيكون الله عز وجل سندا لإخوانك هناك. فاجعلوا من رسالتكم رسالة ربانية حيثما كنتم. فبهذا وبهذا إن شاء الله عز وجل ستتغير أمتنا، ولن نتوانى ولن نتردد أن نكون عونا لإخواننا في غزة وفلسطين كلما توفرت إلى ذلك الوسيلة. واجعل أيضا في ذهنيتك أن يكون مستقبلك كله لهذه القضية، تكون بوصلة لك في الحياة. لا تجعل يوما من الأيام يمر دون أن تفكر في القضية وأن تجعلها منها قضية حياة، ليست قضية لحظة نحمل الشعارات ثم ننفض ثم يصير